عمرو فين؟ فينيسيا. عمرو ايه رايك في الرحله يا عمرو؟ لا رحله زي الفل والله، استمتعت بكل لحظه في الرحله. لازم كل لحظه، لازم كل لحظه. انت بالذات انت بالذات ابو الله في كل لحظه. الصحبه كانت حلوه وانت زي الفل والله. ربنا يخليك يا عمرو. حقيقي والله التخطيط بتاع الرحله كان فوق الممتاز. ربنا يخليك يا رب. اكتر حاجه بسطتني والصحبه الحلوه وطلوع معاك في حد ذاته مكسب ربنا كبير. يخليك يا رب. ايه رايك في الرحله؟ ايه رايك في اجواء الهوستلز الجو ده؟ لا زي الفل والله، زي ما انت قلت يعني كل حاجه انت قلتها. المعادل يا جماعه هي واقعيه. هو راجل من اول يوم انا شفته، هو راجل ريل. ربنا يخليك يا رب. الرياليتي عنده هي اهم حاجه، مفيش عواطف زي ما هو قال بالظبط. كل حاجه بيقولها هتدفع كذا مش هتدفع كذا، هو ده اللي بيحصل بالظبط. حاسس ان احنا مكلفه حتى كمصاريف كاي حاجه؟ بتحس انك بتصرف باي حاجه؟ لا خالص والله، هو زي ما انت بتسال احنا بنسال وبنشوف. ده بيورو، ده بيورو، ده ب 2 يورو، ده ب 2 يورو زي كل الناس. ممكن ادخل اقول حاجه؟ ادخل. موضوع الموديفيكيشن، ان احنا لو عايزين نعدل حاجه، ان انت فليكسبل في موضوع التعديلات والكلام من ده، دي حاجه جميله جدا. الله يخليك. الفوت والكلام من ده، ان احنا هنعدل حاجه، نروح مكان تاني، نعمل حاجه تانيه. دي حاجه كانت جميله. ما هو انا اصلا الهدف من الرحله ان انتوا تنبسطوا. ما هو انا في الاول وفي الاخر انا طالع الرحله عشانكم. دي كانت حاجه رائعه، دي حاجه يا لهوي. احنا اللي نعمل كده، دي حاجه نتكلم وائل يا جماعه صديق عمرو اصلا. فكره ان الرحله اصلا طالع انت وصديقك، وان انت صديقك اصلا ما يعرفش، وائل ما يعرفش اي حاجه خالص عن الرحله ولا يعرف اي حاجه، وانت قلت له على الرحله طالع معايا الرحله. ده كان انا كده ما اقدرش انا اتكلم. تعالى يا وائل قول بقى تجربتك معايا وانت ما تعرفش اي حاجه عن الرحله. ده وائل يا جماعه ما يعرفش اي حاجه خالص عن الرحله. ابعت لي يلا يا عم، احنا هنطلع مع عادل يا عم، الله يسلمك. هو عمل كل حاجه، انا جابني كده المطار على طول منه يعني بفيزا، بقدم على فيزا على كل حاجه وهو ما يعرفش اي حاجه. ما فيش، انا رحت عملت الفيزا بس هو عمرو كان بيكونتاكت معاك في كل حاجه. الثقه في حد ذاتها، انك واثق في حد انت شايفه على السوشيال ميديا، بوست بينزله، فيديو بينزله، حسيت بايه يعني؟ تحس عادل شبهنا يا جماعه، هو راجل شبهنا. فانا بقى انا حسيت ان هو راجل شبهنا. لما جينا هنا بقى لا هو راجل فعلا كلامه كله مظبوط، وكلامه كله ثقه، وكله كل اللي قال عليه حصل بالظبط. لو حصل حتى معاك حاجه ظرف طارئ او الكلام من ده، فكل الناس بتبقى متقبلاه، وده الظرف كان خاص بينا احنا وتجاوزناه والحمد لله. الحمد لله وعدى. اتشرفت بيكم، اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا، ويا رب نطلع مع بعض تاني. والمعرفه فهو اكيد هنطلع مع بعض تاني. ربنا يخليك يا اسطى، اشكركم يا شباب.